خنزاتي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض ممبار بطريقه سهله جدا، حلو، ريحته حلوه، خطواته جميله قوي وسهله. تعالوا نشوف بيتعمل ازاي. ما تنسوش تعملوا لي اكسبلور وتفعلوا الجرس. بحبكم قوي. ده مش ممبار عادي، ده ممبار في حته ثالثه. يلا بينا نشوف بيتعمل ازاي. خلطه الممبار، ادي الممبار ده غسل واتحط في ميه بخل بملح بعد ما خلصت نضيف خالص. والطماطم ضربناها خلاطه اهي. اول مكون معانا الطماطم، ثاني مكون بصل يعني الحاجات دي بتحب اللي زودوا بصل. بصوا انا عامله كميه بصل قد ايه. الخضره معانا بقى معلقتين شطه من الشطه بتاعتي، معانا فلفل اسود، كمون، ملح، كزبره ناشفه، بهارات. نضيف معلقتين صلصه. هنفضل بقى نقلب الخلطه كده لحد كلها ما تتناسق مع بعض. معانا حله طبعا على البوتاجاز عليها بوكيه جورنيه، عباره عن ايه بقى؟ عن فلفل اسود، عن ملح، عن بهارات، ورق لورو، حبهان، بصلايه، طماطمايه، جزرايه، الكلام ده كله على النار. عملنا الخليط مع بعض، هننزل عليها بالرز كده. احنا كله بقى عاملينه ايه، نايف نايف، مفيش حاجه متسبكه. نضيف معلقه باربيكيو عشان هي مفيهاش ماده دهنيه. نحط حبه زيت هتساعدنا كمان ايه ان احنا نحشي بسهوله. نزود معلقه شطه كمان. الخلطه دي مش جميله الجماليات، بس الناس اللي ما بتحبش الشطه دي اختياري. شكل الخلطه خلاص. تعالوا بقى ايه نحشي مع بعض. خلاص كده بقت جاهزه معانا. احنا قلنا ايه دي هتبقى من جوه اللي هي فيها الدهون دي، ونبتدي نحشي بالطريقه دي اهي بنفس الطريقه. سهله ومش محتاجه قمع، مش محتاجه اي حاجه. خلاص احنا كده خلصنا الحشو. وابتدي بقى ايه اوزعه كده. مش همليه قوي عشان خاطر اديله فرصه ان هو لما يتسلق ما يفرقعش. لو مليت الرز هديله مساحه فين ان هو ينفش. احنا عارفين ان الرز بيزيد بالمنظر ده اهو. بصوا كده. نعمل واحده تاني مع بعض. ايه قلنا نسبه الدهون اللي بتبقى موجوده فيه خليها جوه، بتختلط مع الرز بتبقى حلوه قوي اهي. مفيش اسهل من كده. عملنا كل حاجه نايف، كل حاجه ضربناها وقطعناها. هنا بعد ما خلص حشينا الممبار كله، هنبتدي بقى اول ما الميه ما تغلي اللي فيها كل حاجه هنبتدي ننزل فيها الممبار. بصوا يا جماعه الممبار انا مش مخليه مليان ازاي، عشان لما يستوي يبقى فيه مساحه ان هو ما يملى، هيبقى مليان مش هيبقى فاضي كده، وفي نفس الوقت ما يفرقعش. فنخليه الرز يا دوبك مش مليه على اخره. بعد ما اتسلق هنقليه مع بعض. بصوا لما بقول ما نملوش عشان ما يفرقعش. بصوا اتملى ازاي. حط بقى ايه قبل ما الزيت ما يسخن عشان ما يفرقعش في وشه. بعد كده نرجع لورا. حته الزيت دي يبقى قادح وانا بحط حاجه فيها رز وفيها خضره هتفرقع في وشي. بحط الحاجه براحتي. عملنا مع بعض الممبار بطريقه سهله جدا، حلو، ريحته حلوه، خطواته جميله قوي وسهله.